السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم الدجاج محمر بالتغميره، كيجي خطير في المذاق وبطريقه سهله ونجح ليك من اول تجربه. بسم الله. كنحتاجو في المكونات جوج طيور ديال الدجاج. بالنسبه للدجاج كنغسلوه مزيان بالحامض والملحه ونزنبوه. الى طفر لكم الزنبو راه كيغسل الدجاج مزيان وكيخليش فيه السفوريه. ندوزو للتوابل. كنحتاجو 2 معالق صغار ديال الخرقوم البلدي، 2 معالق صغار ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال راس الحانوت، وشويه نتاع بسيبيسه الا توفرت عندكم، واحد الطامان تاع الزعفران الحر. ودرنا الملون. بالنسبه للملون تيبقى اختياري. صافي غادي نجيبو الثومه، ديك الكركوبه ديال الثومه غادي نقشروها، غادي نزيد عليها واحد الحامضه معصوره، وغادي نزيد مصيره الحامض مصيره كامله، وغنطحن كلشي في الهاشوار وغنخلطو مع ديك التبزره اللي شفتو. وغادي نبداو كنشرملو في الدجاج. قبل ما نبداو كنشرملو في الدجاج راه كنحلوه من الصدر، كنديرو فيه واحد الفتيحات باش كتدخل لينا ديك التشرميله مزيان في دوك البلايص، وكيجينا الدجاج كيكون بنين، ما كيجيناش الصدر ناشف. صافي غادي نبقى كيف ما شفتوا كنشرمل في الدجاج مزيان. وهنايا راه خليته ليله قبل حيت ما كنتش مزروبه به. صافي الصباح نض كنجيبوا واحد الطنجره، من الاحسن ما تجوش في الكوكور حيت غادي يتفرت لكم ويتشتت الدجاج. وزدت هنايا معلقه ديال السمن. في هذه المرحله راه ما كنزيدوش البصله ديريكت، راه تقريبا خليته واحد 15 دقيقه. عاد كيف ما كتشوفوا غادي نبدا كنزيد في البصله اللي كنشلضوها، كتكون رقيقه وكنعصروها من داك الماء اللي تيكون فيها. بالنسبه لديك الكانصه والكبده اللي عندنا، راه زيت شويه من ديك التشرميله زدتها عليها، وزدت عليها واحد شويه نتاع الخرقوم البلدي، وصافي بشويه تاع المعدنوس ورتيتها كتسلق. ملي كتسلق راه كنقرضوها طريفات طريفات، كنزيدوها مع التغميره حتى كنحيدو الدجاج. صافي هنا كيف ما كتشوفوا زدت شويه نتاع الزيت. ملي كنزيدو البصله زدت شويه نتاع الزيت. صافي وغادي نغطي حتى يطيب لينا الدجاج باش كنعرفوه راه طاب. كنقلبو من الصدر. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كي قلت لكم الكانصه والكبده من بعد ما تسلقوا راه قرضتهم طريفات طريفات. صافي وزدتهم على ديك المريقه وغادي نبقى كنحرك بشويه حتى كتغمر لينا. وبالنسبه للدجاج راه حمرته غير في المقلايه في الزيت. الا ما بغيتوش تحمروه في الزيت راه كديروه في الفران، كدهنوه بالسمن والمطارد وكتدخلوه للفران. ونتمنى الفيديو يعجبكم ويكون الشرح واضح ومفهوم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.